في يوم 2 يوليو 2010 أفريقيا كلها كانت بتتجمع لأول مرة على تشجيع منتخب واحد، وهو منتخب البلاك ستارز أو غانا. المنتخب اللي كان على أعتاب إنه يحقق إنجاز تاريخي ويكون أول منتخب إفريقي يوصل نص نهائي كأس العالم، الإنجاز اللي كفيل إن يزيد عدد مقاعد إفريقيا في كأس العالم اللي كانت وقتها 5 مقاعد بس. وفعلا بيبدأ الماتش المنتظر غانا ضد الأوروجواي اللي كانت بتمتلك خط هجوم مرعب وقتها، بداية من هداف النسخة بالتساوي مع عمالقة المنتخبات الأخرى ونجمها الأول دييجو فورلان، ده غير كافاني نجم نابولي الإيطالي، ووقتها سواريز مهاجم اياكس الشاب اللي لفت انظار العالم ليه في النسخه دي، لدرجه ان ليفربول هتروح تشتريه بعد البطوله بمبلغ 26 مليون ونص جنيه استرليني، واللي كان مبلغ كبير جدا وقتها. لكن خط الهجوم ده كله ما كانش متوقع المفاجاه اللي هيقابلها في الماتش ده، وهي اداء المنتخب الغاني بتالق لحارس مرماهم ريتشارد كينغسون، ووسط انبهار لاعبي الاوروجواي باداء المنتخب الغاني. وفي الدقيقه 47 في نهايه الشوط الاول بتحصل المفاجأة الأكبر لما سولي مونتاري قرر يسدد من نص الملعب تقريبا علشان يسجل هدف التقدم للمنتخب الغاني في وسط ذهول العالم كله، الهدف اللي خلى ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج يتهز، وده لأن البطولة كانت بتقام في جنوب أفريقيا، السبب اللي خلى معظم المشجعين يبقوا في صف المنتخب الغاني، وبالذات بعد ما نجح الأوروجواي إنه يخرج منتخب جنوب أفريقيا المستضيف للبطولة، وكان من دور المجموعات بعد ما كسبوا بنتيجة 3-0. ولكن كعادة أي منتخب إفريقي الحلم بيفضل حلم، لأننا بنبدأ نحتفل قبل حتى ما المباراة ما تخلص علشان الرد السريع يجي من هداف البطولة دييجو فورلان. الماتش رتمه بدأ يعلى والمنتخب الغاني خلاص صدق في حلمه وبيحاول يتقدم في المباراة للمرة التانية، ومنتخب الأوروجواي برضه بيحاول بكامل نجومه، لكن ال90 دقيقة ما بتكونش كافية لحسم اللقاء، وبنروح للأشواط الإضافية اللي حماسها مقلش عن الوقت الأصلي، علشان في الدقيقة 121 وفي آخر الأشواط الإضافية بيحصل الحدث اللي بيغير سير المباراة وبيخلي العالم كله يتكلم عن اللقطة دي. في هجمة للمنتخب الغاني وخروق خاطئ لحارس الأوروجواي فرناندو موسليرا بيشوط لعيبة غانا الكرة في الجون، علشان قبل ما يحتفلوا يتفاجئوا بلويس سواريز بيشيل الكرة بإيده كأنه حارس مرمى قبل ما تدخل الجون، علشان يتدخل الحكم ويطرد لويس سواريز ويحسب ضربة جزاء للمنتخب الغاني. بيظهر أسموات جيان مهاجم المنتخب الغاني علشان يشوط ضربة الجزاء ويحقق حلم المنتخب الغاني والقارة كلها، ولكن العارضة كان ليها رأي تاني، بتضيع ضربة الجزاء وبيضيع معاها حلم وتركيز المنتخب الغاني علشان ينتهي الوقت الإضافي ويروح المنتخبين لركلات الترجيح، في وقت كان المنتخب الغاني كله خرج من تركيزه علشان فعلا يخسر المنتخب الغاني بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح. رغم الخروج للمنتخب الغاني لكنه ظهر نفسه للعالم كله انه بيمتلك جيل ذهبي، وده الحقيقه ما كانش غريب عليهم لانهم في نفس السنه وصلوا نهائي افريقيا وخسروا من المنتخب المصري بنتيجه 1-0. ولكن لما جينا نبص السنه دي على افريقيا بنلاقي ان المنتخب الغاني مش موجود ضمن ال 24 منتخب افريقي، وده لانه ما نجحش في التاهل رغم انه تاهل لكاس العالم 2026، ورغم انه بيمتلك جيل ذهبي حرفيا، ومن ضمنهم محمد قدوس نجم توتنهام، وسيمينيو اللي خلاص بينتقل للمان سيتي، وتوماس بارتي نجم فياريال، وانياكو ويليامز، ده غير الباك الطاير طارق لمتي، والمدافع محمد ساليسو. الاسماء اللي تخليك تبدا تسال ازاي منجم مواهب زي غانا ما تبقاش في احسن 24 منتخب افريقي، وازاي اصلا عندهم الاسماء دي. ومش بس في الجيل ده، انت فاكر سولي مونتاري اللي سجل جول في اوروجواي هو ما كانش مجرد لاعب محترف في اي دوري اوروبي وخلاص، لا ده كان نجم من نجوم انتر ميلان وقتها، واللي كان من اقوى فرق العالم ومنافس قوي على دوري الابطال في الفتره دي. وعلشان نجاوب على السؤال ده هنرجع لسنه 1999 وبالتحديد في العاصمه الغانيه اكرا، لما قرر البريطاني توم فيرنون وهو كشاف كرة قدم انه يفتح اكاديمية اسمها رايت تو دريم. الاكاديمية دي كانت بتنقل اسس كرة القدم الصحيحة من الدول الاوروبية لغانا علشان تطلع لعيبة محترفة قادرة على المنافسة في اقوى دوريات العالم، مش بس مجرد مواهب، لانها مش بس كانت بتعلمهم الكورة، لا دي كمان كان فيها دورات تنمية شخصية وكمان منح دراسية علشان يبقى اللاعب موهبته متكاملة بشخصية صح، لاننا كلنا عارفين ان الموهبة لوحدها مش كفاية. نتيجة الاكاديمية دي وبداية الجيل الذهبي لغانا بتظهر في مصر
مصر، وبالتحديد في كأس العالم تحت 20 سنة في 2009 لما بيظهر جيل مرعب لغانا قدر إنه يكسب البطولة في إنجاز تاريخي بإنه أول منتخب إفريقي يكسب البطولة. الجيل ده كان فيه لعيبة كلنا عرفناها بعد كده زي أندريه آيو وأخوه جوردن آيو، أولاد أسطورة غانا عبيدي بيليه وجوناثان مانسا ودومينيك أدييه هداف كأس العالم للشباب، الجيل اللي على طول اتصعد منه أسماء للمنتخب الأول، وده بعد ما فشل المنتخب الأول في إنه يكسب كأس الأمم 2008 واللي كانت على أرضه بعد خروجهم من نص النهائي على إيد منتخب الكاميرون. منتخب غانا اللي على الرغم من إنه من أكتر الدول فوزا بكأس الأمم ب4 مرات، لكن الحقيقة إن آخر مرة كانت في سنة 1982، يعني في الوقت ده كان بقالهم 26 سنة ما خدوش كأس الأمم، وعلشان كده كان لازم تصعيد دم جديد للمنتخب. وفعلا تم تصعيد عدد من الشباب دول للمنتخب الأول في أفريقيا 2010، وأبرزهم كان أندريه آيو وجوناثان مانسا ودومينيك أديبيه وغيره، والنتيجة ظهرت لما نجحوا إنهم يتأهلوا للنهائي بأداء عالمي بعد ما خرج أنجولا المستضيف للبطولة زي ما الكاميرون عملت معاهم النسخة اللي قبلها، وبعدها يخرجوا نيجيريا علشان يقابلوا المنتخب المصري اللي كسبان آخر نسختين بجيل ذهبي، وبرضه يخسروا بهدف وحيد في الدقيقة 85 لمحمد ناجي جده. ولكن قبل ما نكمل أكيد جه في بالك سؤال، هو إنك هتقول لي إيه علاقة الأكاديمية اللي أنت لسه قايلها بمنتخب الشباب والجيل ده؟ هقول لك إن فعلا الأكاديمية دي خرجت جزء من الجيل ده أبرزهم هداف كأس العالم للشباب دومينيك أديبيه وديفيد أدارتي، ده غير إنها كملت بعد كده وخرجت نجم الجيل الحالي محمد قدوس وغيره من النجوم الغنيين، ده غير إن ظهور الأكاديمية دي في الوقت ده شجع على وجود أكاديميات تانية في غانا زي GFA إليت وويست أفريكان فوتبول أكاديمي اللي بدورهم خرجوا معظم المواهب اللي موجودة أصلا في غانا. بس خلينا نرجع لموضوعنا، ألم مصر لغانا في النهائي خلى الفريق يركز في تجربة كأس العالم بشكل أقوى، وده اللي خلى المنتخب يقدم أداء تاريخي ما قدرش أي منتخب يعديه لحد تجربة المغرب 2022. ولكن رغم الأداء ده ما بينساش المنتخب الغاني إنه لسه عايز يثأر من المنتخب المصري، وفي أفريقيا 2012 2013 بتدور غانا على المنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري بسبب توقف الدوري وقتها وبسبب أحداث بورسعيد بيفشل إنه يصعد للنسختين دول، ومرة لما طلع الأخير في مجموعته بالتصفيات ما بين النيجر وجنوب أفريقيا وسيلاريون ب5 نقط بس من 6 ماتشات، ومرة تانية لما خسر في الدور الأول من التصفيات على إيد منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 4-3 بمجموع الماتشين. في النسختين دول من كأس الأمم بيفشل المنتخب الغاني في تحقيق البطولة، ولكنه بينجح إنه يوصل نص النهائي في النسختين، وبيخرج مرة على إيد البطل زامبيا بنتيجة 1-0 ومرة قدام الوصيف بوركينا فاسو بضربات الجزاء. ولكن رغم ده بيجي للمنتخب الغاني الفرصة اللي مستنيها لما يقابل المنتخب المصري في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2014 بعد تصدر كل منتخب لمجموعته، وبيتقابلوا في مباراتين بنظام الذهاب والعودة علشان يتحدد مين اللي هيصعد لكأس العالم. وفي 15 أكتوبر 2013 بيتقابل المنتخبين في مباراة الذهاب على استاد بابا يارا، وبتتفاجئ القارة كلها مرة تانية من المنتخب الغاني لما يفوز على المنتخب المصري بنتيجة 6-1، نتيجة كبيرة قوي توضح ان الجيل الذهبي لغانا لسه منساش نهائي 2010. والمفاجأة مش في المكسب بس، لان المنتخب المصري بقيادة ابو تريكة والصاعد محمد صلاح في الوقت ده كانوا مقفلين مجموعة التصفيات الاولى ب18 نقطة من 6 مباريات بعد فوزهم على غينيا وموزمبيق وزيمبابوي رايح جاي، ومنتخب غانا اللي كان طالع من نفس التصفيات ب15 نقطة، ولكن اللعيبة وشغفهم بالانتصار منتخب مصر والصعود لكأس العالم لتكرار إنجاز آخر نسخة كان أكبر من أي توقعات. وفعلا بأقدام أتسو أسموات جيان بهدفين ومونتاريو عبد المجيد وريس وحتى وائل جمعة اللي بدأ التسجيل بهدف في مرماه بينتهي اللقاء والدور نفسه، لأن مباراة العودة ما كانتش كافية للتعويض واللي انتهت بنتيجة 2-1 للمنتخب المصري علشان يكون مجموع اللقاءين 7-3 لمنتخب غانا، وبتصعد غانا لكأس العالم في أمل تحقيق اللي ما قدرتش تحققه النسخة اللي قبلها. ولكن بيتصدموا بالواقع بعد خروجهم من دور المجموعات بنقطة وحيدة في المجموعة اللي كان فيها ألمانيا والبرتغال وأمريكا، وعلى الرغم من خروجهم إلا أن النقطة دي كانت من تعادل أمام بطل النسخة دي من كأس العالم
وهو المنتخب الألماني. بعدها بسنة بيدخل المنتخب الغاني بطولة الأمم 2015، وهو مفيش قدامه غير تحقيق البطولة علشان الجيل ده لسه 0 بطولات. وفعلا بتدخل غانا البطولة دي، وعلشان حظها الجميل كالعادة بتقع غانا في مجموعة الموت حرفيا، مجموعة كان فيها الجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا. ولكن لأن كلمة الجيل الذهبي مش مجرد كلمة، بتقدر غانا إنها تتصدر المجموعة ب6 نقط بعد ما قدرت تكسب الجزائر وجنوب أفريقيا وتخسر بالعافية من السنغال بنتيجة 2-1 علشان تدخل غانا دور ال8 وحلم التتويج قدام عينيها، وبتقابل غينيا وتكسبها 3-0، وفي دور نص النهائي تقابل غينيا تاني، ولكن المرة دي غينيا الاستوائية، وغانا مش بيفرق معاها عادية ولا استوائية، وبتكسب بنفس النتيجة 3-0 علشان تلاقي نفسها في النهائي، وخلاص حلم البطولة قدامه 90 دقيقة. بس اللي ما كانتش كفاية علشان تحسم غانا الماتش، وبيروح المنتخبين لركلات الترجيح، هي الأطول في تاريخ نهائيات القارة. وطبعا مش محتاج أقول لك حظ غانا اللي بيخليها تخسر ضربات الجزاء بنتيجة 9-8 علشان يتوج ساحل العاج بالبطولة، في خسارة هي القاضية على الجيل الذهبي لغانا، خسارة حطمت الجيل ده وحولت من جيل ذهبي لجيل صفري من غير أي بطولة كبيرة. واللي أكدت القضية دي ونهاية الجيل الذهبي هي خسارة غانا في نص نهائي بطولة 2017 قدام الكاميرون بعد خروجهم من نفس المنتخب وفي نفس الدور على أرضهم في 2008. وفي بطولة 2019 تخرج غانا من دور 16 على إيد منتخب تونس بعد التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة. والخروج هنا ما كانش الصدمة الأكبر كان في البطولة النسخة اللي بعدها 2021 لما طلعت غانا من دور المجموعات بعد ما حصلت على نقطة وحيدة بس من 3 ماتشات، رغم إن المجموعة ما كانتش الأصعب في وجود المغرب والجابون وجزر القمر. ولكن بنرجع لتصفيات كأس العالم 2018 واللي فشل فيها المنتخب الغاني لأول مرة من سنين إنه يصعد لكأس العالم بعد ما طلع الثالث في مجموعة بتضم مصر وأوغندا والكونغو برصيد 7 نقط علشان تكمل الصورة ويتحول الجيل الذهبي لجيل بيفشل في كل حاجة من 2015 لحد 2021. النتائج دي خلت الاتحاد الغاني لكرة القدم يفوق لأنه داخل على الدور النهائي من تصفيات كأس العالم قدام نيجيريا في ماتشين ذهاب وعودة هيتحدد مين المتأهل من المنتخبين. الموضوع اللي خلى التأهل الغاني هو أمر ضروري لإنقاذ ما تبقى من المنتخب. ليه بقى؟ لأنهم كانوا بيخططوا لحركة كانت بدأت تنتشر في أفريقيا، وهي إقناع المحترفين بإعادة تمثيل منتخبهم الأصلي زي ما كان بيحصل في معظم المنتخبات الأفريقية. ولكن الحركة دي ما كانتش هتتم من غير التأهل لكأس العالم. وفعلا بيدخل المنتخب الغاني الماتشين بحماس كبير، حماس خلاه يتعادل الماتش الأول على أرضه تعادل سلبي، وفي ماتش العودة على أرض نيجيريا يتعادل 1-1 عشان يصعد بقانون الهدف خارج الديار. وده إنجاز لأن منتخب نيجيريا وقتها لحد دلوقتي بيضم خط هجوم هو الأقوى بين كل المنتخبات الإفريقية. التأهل اللي خلاهم يبدأوا في تنفيذ حركة إقناع المحترفين، وفعلا بينجح المنتخب الغاني في إقناع طارق لمتي وسيمينيو اللي كانوا بيمثلوا منتخب انجلترا للشباب في انهم يرجعوا يمثلوا منتخب غانا، وانياكي ويليامز برضه قدروا يقنعوه في تمثيل منتخب غانا بدلا من المنتخب الاسباني، مع ظهور لعيبه شباب وموهوبين زي محمد قدوس وساليسو، ده غير محاولاتهم في اقناع هودسون ادوي نجم تشيلسي وليفركوزن وقتها في انه يسيب منتخب انجلترا ويمثل المنتخب الغاني. المفاوضات اللي كانت خلاص قربت تنجح، لكن تمسك اللاعب بتمثيل منتخب انجلترا خلى الموضوع يفشل علشان يدخل المنتخب الغاني بطولة كأس العالم 2022 بسكواد هو الأقوى بين كل المنتخبات المتأهلين إفريقيا. ولكن كعادة الحظ الغاني بيعاند المنتخب بعد ما وقعوا في مجموعة هي الأصعب مع البرتغال بقيادة رونالدو وكوريا الجنوبية والأوروغواي بذكريات 2010. بيخسر المنتخب الغاني الماتش الأول قدام البرتغال بصعوبة بنتيجة 3-2، ولكن بسرعة بيعدل صورته بعد فوزه على كوريا الجنوبية بنفس النتيجة. ولكن الأوروغواي بترجع تأكد إنها عقدت غانا بعد خسارة ثنائية نظيفة بتخرج غانا من البطولة في المركز الأخير. ولكن رغم الخروج كان في المكسب الأهم وهو مكسب جيل ذهبي جديد بمحترفين أوروبيين في أكبر أندية أوروبا. لكن هل تفتكر إنها هتمشي كده؟ لا طبعا. غانا رغم الجيل ده وهي في صدمة هي الأولى ليهم بيفشلوا إنهم يتأهلوا لبطولة الأمم لما بيطلعوا أخير المجموعة ب3 نقط في مجموعة سهلة بوجود السودان وأنجولا والنيجر. ولكن بيتدارك المنتخب الفشل
الفشل ده لما بينجح انه يتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم ب 25 نقطة من 10 ماتشات بعد ما كسب 8 ماتشات وتعادل 1 وخسر ماتش وحيد، علشان يفضل المنتخب الغاني لغز كبير، منتخب منجم للمواهب في اوروبا، ولكن الحظ كان دايما بعنده. فهل هينجح الجيل ده في التغلب على الحظ السيء وتحقيق نتائج ايجابية في نهائيات كاس العالم اللي جاية ويعوض فشله الغريب في التأهل لكاس الامم، ويكون الجيل ده قادر على تحقيق اللي فشل فيه جيل 2010؟